فيلم لك من الأفلام اللي بتتكلم عن تأثير سوء الحظ في حياتنا اليومية. بيبدأ الفيلم مع بطلتنا سام اللي بترقص مع هيزلي، وتعتبر هيزلي دي أختها بس من دار الرعاية. هيزلي نفسها في تميمة قرش الحظ عشان تتوفى في مقابلة العيلة اللي المفروض هيتبنوها، وموظفة الدار بتخش عليهم وبتقول لسام تجهز عشان خلاص آخر يوم ليها النهاردة في الدار، عشان تمت خلاص 18 سنة ولازم تبقى اندبندنت خلاص. وبتحاول سام تقنعها تقعد اسبوع كمان عشان تطمن على هيزلي انها راحت مع العيلة الجديدة، بس الموظفة بتقول لها ما ينفعش. وبتركب سام مع موظفة الخدمة الاجتماعية اللي المفروض هتوصلها البيت الجديد، وبتفتكر سام ايام ما كانت طفلة في دار الرعاية وما كانش عندها حظ ان حد يتبناها، وفضلت طول حياتها من غير عيلة. وبتوصل سام لبيتها الجديد وبتقول لموظفة الخدمة انها هتبدأ من بكرة الوظيفة الجديدة. وبتنام سام وبتصحى على حاجات غريبة زي الراجل اللي بيكنس الشارع وبيدخل كل ورق الشجر عندها، او السرير بيتقلب بيها، او لما